بص، انت ولد عم الكبير وانا عايزك اياه تقدم مصلحه وتخدمني في الموضوع ده، تبقى معاي ماشي؟ ماشي اللي تشوفه يا ولد العم اللي تشوفه. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلوا. قول يا شيخ سعود قول. مرحبا يا عم. والله نحن جينا في موضوع انا والشيخ سعود ولد عمي. تفضل يا ولدي. محتاجين حاجه، محتاجين فلوس، عايزين اي خدمه منا نخدمكم فيه، عيوني ليكم. خير ان شاء الله. لا 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 راجي مش كدي، ربنا ما يحوجنا ليك. تكلم يا شيخ سعود، ما جايبك لي يعني. تكلم يا اخي. لا ده ما عندك شنو هو، بس ما فيش حاجه. نحن جايين نطلب يد الانسه كيداهم بتك للفنان حماد. كيداهم بتاي. تمام يا عم انا موافق. قدامكم 10 دقائق، رسيتوا على حال خدنا مع بعض حبايب، ما رسيتوش على حال يبقى جوازتكم دي ما فيهاش نصيب. بس هو انت عندك المقدرة الكافية لكيداهم؟ ما تقلقش، حديد الحديد. الحمد لله متجوز 3 وبنتك الرابعة، يعني مش هتفرق، وهو 74 حصان. أنا مش ما أتكلم عن المقدرة البدنية، أنا ما أتكلم عن المقدرة المادية أهم حاجة. المالية معاي 1,000,000 جنيه في البنك. ويل للمكذبين. يا شيخ صعود تجي معاي ولا معاه؟ ولا يجيبك معاه هني؟ خلاص يعني 500,000 بس في البنك. لك معاي مش علي. خلاص يعني 100,000 بس في البنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لكن عايز صراحة عام علي طلب بالثلاثة جايب بارد ورايح اتجوزني. هتداني بنتك ولا اسيبها لك عندك؟ توكل على الله. السلام عليكم.